ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهارده عن اكتمال الحشد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بعد وصول حاملة الطائرات الثانية للمنطقة، ووصول أكثر من 150 طائرة حربية لمنطقة الشرق الأوسط، وبكده تكون القوات المسلحة الأمريكية جاهزة لتنفيذ أي مهام وفي انتظار الإشارة من ترامب. على الجانب الآخر إيران بتقول إحنا مستعدين بجيش من البعوض، اللي هي الطائرات المسيرة الصغيرة اللي هتسبب خسائر للولايات المتحدة وفي نفس الوقت مش مكلفة بالنسبة لإيران. الولايات المتحدة الأمريكية طالبة شروط من إيران صعب تنفيذها: تنازل المرشد الإيراني عن منصبه، ووقف برنامج الصواريخ الإيراني، ووقف تخصيب اليورانيوم في إيران. ودي طلبات إيران مش هينفع إن هي توافق عليها. إيران يا جماعة دولة لها تاريخ، دولة فارسية وعندها عقيدة شيعية، فإيران مش هتنتهي. إيران هتتلقى ضربة قاسية، لكن في الآخر هتسبب ضرر للولايات المتحدة الأمريكية، وهيتم استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية في حرب إيران، وده اللي بيراهن عليه الصين وروسيا. الصين وروسيا عايزين الولايات المتحدة تغرس في المنطقة علشان يتم استنزافها، لكن في الآخر تظل الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم، فمش من السهل إن هم يراهنوا على استنزاف أمريكا. في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية هتتحرك هي والكيان وأثيوبيا في آن واحد، وده هيسبب دربكة كبيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط، لأن التلاتة كل واحد فيهم هيتحرك في مكان مختلف، لكن هما محور واحد. وعلشان كده يا جماعة بصوا للزيارات اللي بتتم في الفترة الأخيرة. امبارح كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة للمملكة العربية السعودية للتشاور وتنسيق المواقف ما بين مصر والمملكة، وطبعا تركيا في نفس المحور وباكستان في نفس المحور. فدي تحركات مهمة جدا ولازم حضراتكم تخلوا بالكم منها. والنهارده سيادة اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية كان بيستقبل رئيس مخابرات جنوب السودان وزير الخارجية لجنوب السودان. دي كلها تحركات بتتم والناس مش واخدة بالها منها. لا، في حاجة بتحصل للمنطقة، حاجة كبيرة كمان بتتدبر. لما سفير أمريكا يقول إن من حق إسرائيل تمتلك كامل الشرق الأوسط، ونتنياهو يطلع بعده بيوم ويقول إحنا بنعمل محور سداسي بيضم الهند وأثيوبيا وقبرص واليونان. ففي حاجة كبيرة بتتدبر للمنطقة، ولازم العرب يكونوا جاهزين. اللي مش جاهز هيضيع. لازم كل دولة تكون جاهزة لحماية حدودها. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي والامير محمد بن سلمان بيرفضوا تهجير الفلسطينيين. احنا لسه بنتكلم في النقطة دي يا جماعة، خلي بالك الكلام ما بيطلعش وخلاص. معنى ان البيان يطلع في الاخر بيرفض تهجير الفلسطينيين، يبقى في حاجة بتتقال، يبقى في حاجة بتتجهز، ويبقى مصر شايفة حاجة بتتم، ومصر بتحاول تسبق بخطوة زي ما دايما معودانا مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو دايما بيبقى سابق بخطوة. فالفترة الجاية يا جماعة ما حدش عارف الضربة هتكون فين. الحشد ده كله لازم كل المنطقة تكون قلقانة منه، لان الحشد ده للأسف ممكن تكون مش موجه لإيران بس، في حاجات تانية ممكن تكون بيتكلموا فيها لكن ما ظهرتش للعلن. في طلبات ممكن تكون اتطلبت من دول، وفي شروط ممكن تكون بتتفرض على دول. مين هيقدر يرفض الشروط، ومين مش هيقدر يرفض الشروط الأمريكية الإسرائيلية؟ فربنا ينصر مصر وينصر العرب وخريجي ابتدائي. سلام.